مسلسل المداح متاخد من قصة حقيقية لساحر يمني اسمه داود محمد فرحان. يعني حمادة هلال بيقدم لنا مستوحاة من قصة حقيقية حصلت بالفعل، ومش مجرد مسلسل نجح فقرر يعمل منه أجزاء، لا خالص، قصة كبيرة وكانت لازم تتقدم كاملة. المداح الحقيقي أبوه كان ساحر وخادم للجن، وبيلبي ليهم كل طلباتهم. لكن لما كبر في السن طلبوا منه يكون ليه بديل، والبديل ده ابنه. بس هو رفض لأن ابنه كان سنه صغير وما عداش لسه ال10 سنين. لكنهم هم أصروا على ابنه بالتحديد، وهم غووه بإرسال أجمل بنات الجن وقدروا يغووه، لكنهم غلطوا غلطة كبيرة. في مرة بعتوله دبة وخلوها تكلمه بصوت أنثوي، وده خلاه أغمى عليه ودخل في غيبوبة لمدة 3 سنين. ولما فاق كان خلاص عارف طريقه وإنه ما بقاش قدامه غيرهم، خصوصا إنهم كانوا معاه طول فترة الغيبوبة وبيأكلوه لحمة وهو فاقد الوعي. وبعد ما فاق عقد جلسة مع سبب غويته، وهي كانت بتظهر له في أحسن صورة وأجمل صورة لست ممكن يشوفها إنسان أو بالأخص راجل. واتفقت معاه إن من شروط ولائه ليهم أولا الشرك بالله والكفر بكل الأنبياء والملائكة، ثانيا تدنيس المصحف، ثالثا عدم الطهارة ودائما يكون نجس. وقصاد ده هيكونوا معاه وهيعلموه كل أساليب السحر والدجل الممكنة عشان يقدر يجلب ضعاف الإيمان حواليه. ومش بس كده، هيساعدوه يبين كرامات قدام الناس، واشترطوا عليه انه يروح للصلاة عادي جدا قدام الناس ويعمل نفسه بيصلي، لكن من غير طهارة ووضوء، يعني صلاة ظاهرية مش اكتر ولا اقل. وابتدى يمارس السحر فعلا، وبدأت الناس تجيله من كل مكان. وجاله مرة راجل قال له ان مراته ما بتخلفش وعايزها تتعالج وتخلف. طبعا الجن ما يعرفش يشفي مريض، لكن يعرف كل اساليب الطب ويقدر يخليه يساعد عن طريقها. ومشي الراجل، وقبل ما يمشي قال له يا شيخ هتعمل ايه في مسألتي؟ قال له ما تخافش يا ابني، انا هصلي ركعتين لله وهدعي لك. ولما بعدها مرات الراجل حملت، وده طبعا لانها كانت سليمه من الاساس، قدر الجن يعمل تركيبه من الاعشاب، والجن طبعا عارف كل خبايا العشب. وقالوا لداود يدوها للراجل ويقول له يقول عليها تعويذه معينه على مراته بعد ما تشربه واستنى. ولما الست حملت ذاع صيت كرامات الشيخ المداح في البلد كلها، وبدأت تجيله ناس أكتر، وبدأ هو كمان يستعرض كراماته قدامهم. فمرة جاله حد من الجن وقال له على أمر مهم يعمله قدام الناس، وهو إنه يجيب كذا سكينة ويطعن بيهم نفسه، والجن هيكون جواه ومش هيخلي الطعنة تقتله أو ينزف دم. وهو عمال بيطعن في نفسه كان في شاب متدين جدا في المكان. لما حس انه ساحر ومش شيخ قرأ آية الكرسي في سره، ولما سمعها الجن هرب من المكان، والسكاكين طعنت داود وراح ساعتها المستشفى وكان هيموت. لما خرج داود من المستشفى كان عايز ينتقم من الشاب ده، وفي نفس الوقت عايز يتوب عن السحر والشعوذة، لأنه أدرك ان الطريق ده آخرته جهنم وبئس المصير. لمجرد آية واحدة من القرآن اتقرت الجن هرب، أمال لما يموت ايه هيحصل له؟ ولما فكر كتير دخل ينام، حلم بكل تفاصيل الموت، انه لما يموت هينزل في قبره لوحده، وجاله مخلوقات غريبة تسأله مين ربك ومين نبيك. ولما معرفش يرد وخاف من شكل المخلوقات طلب مية عشان يتوضى، ولما جابوله مية كانت مغلية ومعرفش يتوضى. ولما بس لمس المية قام من النوم مفزوع وبيصرخ. ومن هنا قرر التوبة، رغم ان الجن كان انتقم له من الشاب اللي قرأ عليه القرآن، لكن بصعوبة من شدة إيمان الشاب. لكنه مهتمش وقرر يتوب بعد أكتر من 20 سنة شرك بالله. وراح لمراته وقال لها، ووعدته انها هتقف جنبه وانه لازم فعلا يتوب ويرجع لربنا. وقرر يتوضى ويصلي لأول مرة من حوالي 25 سنة. ولما بدأ يصلي الجن التف حواليه وظهر له بأجمل نساء ممكن يراها الإنسان. ولما مهتمش وكمل صلاته قرروا يمارسوا الرذيلة قدامه، لكنه كمل صلاته. ولما اتكلم معاهم قال لهم انه تائب عائد الى الله الملك الحق ولن اعود لسحركم ابدا. لما سمعوا كلامه هددوه وقالوا له هنقتل ابنك ومراتك قدام عينيك، حتى لو هتقتلوني معاهم مش هرجع ابدا لطريق الكفر. وبعدها على طول شاف ابنه وهو بيتنفخ لحد ما مات، وكمان مراته اللي كانت حامل، وفجأة الجنين اختفى من بطنها. ولما راحت للدكتور قال انه مش لاقي تفسير للي حصل، وخرج له الجن القائد للقبيلة بتاعتهم وقال له احنا اللي كلنا ابنك في بطن امه، وكمان هناكل كبدها وقلبها. قال له انا مستعد للتكفير عن كل ذنوبي، واعملوا اللي انتوا عايزينه، اني تائب الى الله. وطبعا بعد سنين طويلة جه المداح المسلسل يناقش الحدوتة في بلد مختلفة وعصر جديد، بدأها بشيخ بيقرأ مديح للنبي وعايش عند راجل طيب وهو اللي مربيه ومعتبره واحد من ولاده، لكتب سحر وشعوذة ودجل، وحبيبة بتسيبه لتصديق انه بيقدر يشوف ويطلع. وراح لسكة الفلوس والهوى، وبقى من الأعيان لتوبة واعتراض الجن، وانه ملكهم وبتاعهم وما ينفعش يرجع عن طريقهم، ومرسال ورا مرسال من أصغرهم لأكبرهم.
مرة يمس أخوه ومرة أمه ومرة يمس ناس قريبين منه عشان يشك في نفسه لمرسال مليكة، وهو ثابت قدام غواياتهم ومتمسك بإيمانه بالله، وإن اللي هو فيه ده اختبار لتكفير الذنوب لإرسال كبير القبيلة. وحاكم المغارة والمداح خلاص عرف وقرر التوبة وعدم الرجوع لطريق الشيطان. أما المداح الحقيقي داوود فرحان كمل باقي حياته تائب عائد إلى الله، ومش بس كده، محارب للسحرة والمشعوذين، وبفضل الله ورحمته بخلقه بقى الساحر التائب. وحكى لكل الناس عن كراماته الكذب وعن طريقة غواياتهم ليه، وإنهم أضعف من أذيتنا إذا تمسكنا بديننا واخترنا طريق الله. وذكرهم بالآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا. ذكرهم أيضا: وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي النهاية حابب أقولك إن المداح مستوحى من قصة حقيقية، وإن صناع المسلسل أحسنوا صنع حدث مهم يفيد المشاهد، وإن صابر المداح أو داوود فرحان هم نفس الشخص اللي غواهم الجن وقرروا التوبة والعودة لرب الإنس والجن.